لما الإنسان يسمع جملة معينة عن نفسه كتير، في الأول ممكن يسمع ويرفضها، وبعد فترة هيتعود عليها، وبعد وقت أطول ممكن يبدأ يستخدمها هو نفسه. مش لأن الجملة بقت حقيقة لمجرد إنها اتكررت، لكن لأن الإنسان بيتعلم مع الوقت طريقة معينة يفهم بيها نفسه. وده على فكرة بيبدأ بدري جدا. طفل يسمع إنه شاطر في حاجة فهيبدأ يقرب منها، وطفل تاني يسمع باستمرار إنه ما بيعرفش يعمل حاجة معينة فهيبدأ يتعامل معاها بحذر. ومع السنين الكلام ده ما بيكونش مجرد كلام اتقال في وقت معين، ممكن يتحول لوصف ثابت. أنا مش شاطر في الحساب، أنا ما بعرفش أتكلم قدام الناس، أنا عصبي، أنا دايما باخد قرارات غلط. والجملة اللي كانت في الأول مجرد تعليق على موقف بتتحول بالتدريج لجزء من الصورة اللي الشخص شايف بيها نفسه. ومن هنا بتبدأ الحكاية الحقيقية، لأن في فرق كبير بين إنك تقول أنا فشلت وبين إنك تقول أنا فاشل. الأولى بتوصف حاجة حصلت، والتانية بتحول الحاجة دي إلى صفة في الشخص، والفرق بينهم مش مجرد فرق في صياغة الكلام. لما تقول أنا فشلت يبقى الفشل حدث حصل وانتهى وممكن يحصل بعده نجاح، لكن لما تقول أنا فاشل يبقى أنت حطيت الحدث جوه تعريفك لنفسك، وبالتالي أي تجربة جديدة ممكن تبدأ تتفسر من خلال التعريف ده. لو قدمت على فرصة شغل واتقبلت هتقول ربنا كرمني، لكن لو اترفضت هتقول ما أنا كنت عارف، ما ده الطبيعي. وبكده النتيجة مهما كانت هتلاقيها بتدخل في نفس القصة. وده واحد من الأسباب اللي بتخلي الصورة اللي عند الإنسان عن نفسه مهمة، لأننا مش بنتعامل مع كل موقف من الصفر، احنا بندخل المواقف ومعنا توقعات وذكريات وتفسيرات سابقة، والتفسيرات دي ممكن تأثر على اختياراتنا. شخص مقتنع انه ما بيعرفش يتكلم قدام الناس فهيتجنب المواقف اللي محتاجة كلام، ولما هيتجنبها فرص التدريب بتقل، ولما فرص التدريب بتقل طبيعي يفضل أقل خبرة، وبعد فترة ممكن يقول ايه الجديد، ما ده العادي. الفكرة هنا بدأت كاعتقاد لكنها أثرت على السلوك، والسلوك ساعد في الحفاظ على النتيجة، والنتيجة رجعت تقوي الاعتقاد ده، وبكده اتكونت دايرة كاملة. فكرة عن نفسك هتأثر على تصرفاتك، والتصرفات بتجيب النتيجة، والنتيجة بتستخدمها عشان تثبت الفكرة القديمة. وعشان كده مش كل فكرة موجودة في دماغنا تستحق إنها تتحول لحكم على نفسنا. لما تقول أنا دايما بتوتر، كلمة دايما دي هنا لازم تقف عندها. هل انت فعلا بتتوتر في كل موقف، ولا في مواقف تانية بتكون فيها هادي؟ لما تقول انا ما بعرفش اتعلم، هل انت فعلا ما بتعرفش تتعلم، ولا في حاجة معينة انت مش قادر تتقبلها؟ لما تقول انا كده، دي يمكن اهم جملة تستحق المراجعة. انا كده دي بتوحي ان الموضوع انتهى. لكن الإنسان مش مجموعة صفات ثابتة بالكامل، احنا بنتغير مع الخبرة والبيئة والمعرفة ومع الممارسة كمان. وعشان كده أحيانا الفرق بين جملة وجملة بيكون مهم. بدل أنا مش بعرف ممكن تقول أنا لسه ما اتعلمت، وبدل أنا فاشل في الحاجة دي أنا ما نجحتش فيها لغاية دلوقتي، وبدل أنا شخص عصبي أنا اتعصبت في الموقف ده. الجملة الجديدة مش بتجمل الواقع، هي بس بتوصفه بدقة أكبر. بس لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، مش معنى انك غيرت كلامك مع نفسك ان الواقع هيتغير تلقائيا. انك تقول لنفسك انا اقدر مش معناه انك بقيت قادر فعلا. القدرة دي محتاجة تعلم، والتعلم عايز ممارسة، والممارسة ممكن يكون معاها فشل. يعني الكلام مش بديل عن الفعل، لكن الكلام ممكن يكون جزء من الطريقة اللي بتدخل بيها على الفعل. لما هتقول انا مش هعرف ممكن ما تبدأش اصلا، لكن لما تقول انا لسه ما اتعلمتش فقدامك في فرصة للمحاولة، وبعد المحاولة هتيجي الخبرة، والخبرة نفسها بتبدأ تغير الصورة اللي عندك عن قدراتك. يعني التغيير مش كلمة إيجابية هيدينا حياة جديدة، الموضوع أقرب لطريقة مختلفة في التفكير فهيدينا سلوك مختلف، فهيكون في تجربة جديدة وهيديك معلومات جديدة عن نفسك. وده كمان يفسر ليه بعض العبارات الإيجابية الجاهزة ما بتفيدش كل الناس. لو شخص عنده تجارب متراكمة بيقول إنه ضعيف في حاجة معينة وطلبت منه إنه يكرر إن هو ممتاز فيها، الكلام ممكن يبقى بعيد جدا عن تجربته. لكن لو بدأ بجملة واقعية اللي هو أنا ممكن أتحسن، هنا الجملة مش بتقول إن النجاح مضمون، هي بس يدوب بتفتح احتمال. وبعدين الاحتمال ده محتاج شغل، محتاج فعل، محتاج إنك تتعلم وتجرب وتغلط وتعدل وتجرب تاني. كل مرة من دول بتضيف حاجة للصورة اللي عندك عن نفسك. وفي جانب تاني مهم في الموضوع، جزء من الكلام اللي بنقوله لنفسنا ما بيكونش مننا. احيانا بنكرر جملة سمعناها من زمان لدرجة ان احنا نسينا مين اللي قالها. لو حد قال انت مش شاطر زمان، فانت بيفضل عندك الكونسبت ده انك مش شاطر، او انت حساس بزيادة، او انك مش اجتماعي، او انك ما بتعرفش تاخد قرار. يمكن الجملة اتقالت في موقف ويمكن كانت هزار، واكيد اللي قالها نسي، لكن مع الوقت ممكن تتحول لواحدة من الطرق اللي الشخص بيفسر بيها نفسه. وعشان كده مش كل فكرة موجودة جواك لازم تفضل موجودة لمجرد انها حاجة قديمة. ممكن ترجع لها وتسأل هل انا فعلا شايف ده في نفسي، ولا انا بس اتعودت اسمعه؟
والسؤال ده ما فيهوش إنكار لعيوبنا، بالعكس إنك تقول إنك محتاج تتعلم أدق من إنك تقول إنك عبقري، وإنك تعترف إنك بتغلط أدق من إنك تقنع نفسك إن أنت ما بتغلطش. الفكرة مش إننا نستبدل صورة سلبية بصورة إيجابية مهما كانت بعيدة عن الواقع، الفكرة إن إحنا نستبدل الحكم النهائي بوصف أكثر دقة، لأنك لما تقول أنا فشلت في ده فأنت بتسيب الباب مفتوح، أما لما تقول أنا فاشل فكأنك قفلت الباب قبل ما تبدأ أي محاولة جديدة. الإنسان مش بس نتيجة للحاجات اللي حصلت له، هو كمان نتيجة للطريقة اللي فهم بها الحاجات دي والطريقة اللي اتصرف على أساسها بعد كده. وعشان كده ممكن تكون في جملة قديمة بتوصفك، لكن لو اشتغلت على نفسك هتلاقي الموضوع اختلف. يمكن كنت فعلا بتخاف من حاجة، أو إن في تجربة معينة كسرت ثقتك بنفسك، لكن إن حاجة حصلت لك في وقت معين مش معناه إنها لازم تفضل تعريفك للأبد. وأحيانا التغيير الحقيقي مش بيبدأ لما تقول لنفسك أنا شخص جديد، بيبدأ لما تكتشف إن الجملة القديمة اللي كنت بتكررها عن نفسك ما كانتش حقيقة كاملة من البداية.